بورزينجس حتى اتصاب قوي والله. انت لازم تشجع السلتكس. انا عايز ارجع. ماشي. الدرافت ده بيقولوا عليه من اضعف الدرافتس في السنين اللي فاتت. يعني هو عشان بس بيلاك ستار باور قوي، يعني انت مش يعني انت النمبر 1 بيك حتى احنا مش كل الناس عارفاها يعني عكس السنه اللي فاتت. عندنا زاكري ريساشي كان بيلعب في الدوري الفرنسي. كان بيلعب فرقه في التوب 5 في فرنسا، يعني كان فرقه اقوى من اللي وامبي كان بيلعب فيها قبل كده. الفرقه دي بتلعب في اليورو كاب مش اليورو ليج، فده البطوله الثانيه الاقوى في اوروبا. بقت البروسبكتس اللي جايه من بره اكتر بكتير جدا من اللي جايه من جوه. الام في بيز بتوع الخمس سنين اللي فاتوا كلهم ما فيش ولا واحد فيهم امريكاني. راين دان ده زي ما اقول لك هو ديفندر بقى كلب، هو احسن ديفندر في الكلاس ده، بيقولوا ديفندر يعني في سكاوت قال ده احسن ديفندر شفته من سنين. بس هو الفكره على زاك ايدي هم بيتكلموا ان هو سنتر تراديشنال سنتر وخلاص الموضوع ده خلص في الام بي اي. عامه طويل جدا، هو 7'4" فطويل قوي. وينج سبان 7'10". يا لهوي، اللي كان ممكن كان يحوق معاه شويه كان دي جي بيرنز، بس هيلاقي مليون واحد زي دي جي بيرنز ده في الان بي وهيبقى هيبهدلوه تحت. نبروني مش هيروح فرقه غير الليكرز، اي فرقه هتاخده تانية هيروح يلعب في اي حته بره، يعني بريفير يجو اندرافتد. ده ماركتنج للان بي ابن وسخ بجد والله العظيم. التويت بتاعت بروني ان هو دخل الدرافت وبقى ليكر جايبه لايكس اكتر من ان السلتكس تشامبيونز. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في بودكاست جديد من دبل جبل. رجعنا بودكاست الام بي اي، يعني من الحاجات اللي انا ببقى مستنيها ويعني كمان مستنيها ليه بقى ليه يا عم خالد. وبعدين النهارده معناش احمد الباز، فمعاكم عادل ومعانا خالد. أيوة. علشان في ناس بتتلخبط مين خالد ومين عادل. فانا بشجع السلتكس. خالد يعني بجد السيتويشن جميل جدا ان يبقى معايا حد بيشجع الليكرز، فقاعدين بقى فانتريانا جاي هزقك شويه كده فتره في الاول. لا لازم حاجه انا لوحدي النهارده. خد ايه ده وكمان قديمه يا عم. ايه ده يا عم؟ بتاعتي وانا صغير دي اديداس. جيب الجيرزي بقى كده. ايوه ما هو بشجع السلتكس من زمان برضه. طب ممكن البس الجيرزي ما البسش دي، اصل دي حاسسها صعبه قوي. ماشي. دي يعني طبعا رياكشن متاخر، بس يعني عندنا كان في اجازات بقى وبتاع، والواحد اجازه العيد كل سنه وانتم طيبين. فخالد البس. فيعني لما كسبتوا البابل دي ميكي ماوس، ما احنا ما كناش بس تارينا ماشي. فاصل البطوله يعني بعد 16 سنه ولا يعني، وانا بشجع السلتكس كمان من قبل كده. فيعني كانت بلاي اوفز، يعني الفاينلز الصراحه ما كانتش ممتعه خالص، ويعني ما كانش فيه منافسه، وبورزينجس حتى اتصاب قوي والله. انت لازم تشجع السلتكس. انا عايز ارجع. ماشي. احنا كان في جيف اواي ان شاء الله لما الحلقه دي تنزل الجائزه موجوده. ما حدش جاب الاجابه صح، فاحنا تقريبا اكتبوا لنا في الكومنتات الحلقه دي هنقول الفاكهه السر. فاكر انت الناس القديمه اللي كانت بتسمع البودكاست في كده فاكهه بنقولها او حاجه بنقولها في نص الحلقه، في حته ما، مش في نص الحلقه، في حته ما في الحلقه، فخليكم مركزين كده. واللي هيجيبها هنعمل سحب بقى على الناس. اكتبوا لنا في الكومنت الحاجه اللي موجوده. فبس يعني مش هنحتفل كتير في الام بي. احنا التوبيك بتاع حلقه النهارده الام بي درافت. يعني بس كده يا سيدي. لا يعني نبارك لك يعني مش عارف لو حد مش واخد باله فتيتا، ما هو حطيت له محمد كتير يا محمد والله كده. حطيت الشامبيون شيب هنا محمد والله كتير قوي يا محمد. بس ده كريم جوهري صديقي كان جابها لي وقال لي يا رب المافريكس يكسبوا، فجت في وقتها. في حاجه تانية؟ لا خلاص يعني في حاجه تانية خلاص والمايك اخضر خدرت المايك برضه. طيب خلاص. واللي تحت السنه دي خضراء. انت عارف حتى في الدوري اليوناني باناثينايكوس اللي كسبوا الدوري اليوناني من اولمبياكوس اللي بيلبسوا اخضر برضه. طيب. فكل حاجه خضراء السنه دي. خلاص ارتحت انشراح. فقبل ما نخش في الحلقه ننزل بقى ما هو الجميل بقى ان يعني قاعدين بنصفر خالد هو اللي بيأديت الحلقه. دي ألذ حاجه حاجه جميله جدا. قبل ما نخش في الحلقه كده، احنا زي ما قلنا هنتكلم على الدرافت، هنتكلم كده عن نظام الدرافت بسرعه، وهنتكلم على اهم اللعيبه في الدرافت. والدرافت السنه دي كان مختلف شويه عن السنين اللي فاتت، فهنتكلم في الحاجات دي. هنتكلم على اهم اللعيبه. بس قبل ما نخش في الدرافت في حاجه معلومه اول مره اعرفها، ان اللعيبه بتاعه الام بي اي بياخدوا مكافآت على الفوز بالشامبيونشيب. مش بس الفوز بالشامبيونشيب دي حاجه في العقد بتاعهم، لا دي كده رابطه اللاعبين اللي هي البلايرز اسوسيشن دي
بيلموا كل فرقه بتطلع من فلوس من التيكت سيلز بتاعتها، بتطلع مبلغ كده، هم مش قايلين ايه المبلغ او النسبه بالظبط، بس تقريبا بدي الفرق اللي دخلت البلاي اوفز. اوكي. فعلى حسب ما انت يعني انت كل ما بتخش ما بتعدي مراحل اكتر في البلاي اوفز بيرجع لك عائد اكبر. اوكي. فكان في 2016 كان قالوا رقم بالظبط، كان 16 مليون دي الفلوس اتلمت على مدار البلاي اوفز. فاللي كان كسب السنه دي تقريبا الفرقه اللي كسبت كانت في الاخر خلصت ان هي اخدت 9 مليون 10 مليون حاجه كده اتوزعت على اللعيبه. فالسنه دي بيقولوا الرقم ده وصل ل 30 مليون. اوف. ده التوتال البلاي اوفز كله. يعني بتتوزع على اللعيبه بس ولا لا اللعيبه بس. أوكي. فاستنى اقول لك ده كان اسمه ايه بالظبط. كان اسمه ايه ده راح فين؟ اهي اسمه بلاير اقطع بقى الحته دي يا خالد وانا بفكر. اسمها بلاير بلاي اوف بول. بلاير بلاي اوف بول. فهم هو تقريبا صندوق تبرعات ان هو يطلع حاجه زياده للعيبه ان هي كسبت. يعني هم بياخدوا قد كده على قلبهم يعني، بس ربنا يزيدهم. ربنا يزيدهم ويزيدنا يا رب يا رب يا موسى. طيب فده معلومه يعني عرفتها جديده ومعتقد ناس كتير ممكن ما تكونش عارفاها يعني. يلا بينا ننزل الانترو يا خالد. نزلت الانترو. خلصنا. طيب خش بقى اديني في الدرافت. نخش على الدرافت. نظام الدرافت كده باختصار هو يعني ده حاجه الان بي عاملاها من الخمسينات يعني او من الستينات، ان علشان اللعيبه الصغيره كل فرقه الفرق اللي هي مستواها اقل من الفرق الاكتر تديهم فرصه ان هم ينافسوا. فبيعملوا درافت ده زي كده بيبقى فيه لوتري قبلها، ده كده اللي هو زي اسمها ايه مش عارف قرعه. ايوه بيقولوا زي قرعه. بتبقى انت كل ما بتخسر نسبك في القرعه ان انت تاخد احسن بيك بتزيد. بس طبعا علشان كان في فرق بتخسر قصد علشان تاخد البيك الاعلى بيعملوا تانك بالقصد. واسمها في الام بي تانك. فاحنا عامه يعني بفكر كده نعمل سيريس كده نشرح شويه حاجات، فدي هتبقى حاجات منهم بس كده بسرعه علشان لو حد مش عارف قوي الدرافت يبقى داخل معانا في الحلقه يعني. فده باختصار كده. فهم عملوا حاجات برضو الفترة اخر سنتين او 3 ان هم يقللوا من الفرص ان الفرق اللي خسرت اكتر ماتشات ان هي تاخد الفيرست بيك بتبقى مضمونة اكتر يعني. أوكي. علشان ما يبقاش في فرقة بتخسر قصدي يعني. فمثلا شفنا البيستنز بقالهم 2-3 اوحش ريكورد ما بياخدوش الفيرست بيك. فاخر سنتين بالذات هم اخدوا الفيفث بيك يعني او السيكست بيك. فبس فده باختصار كده نظام الدرافت. فيعني مثلا اتلانتا كان الاودز بتاعتها تقريبا الثامن جات لها اخذت الفيرست بيك. فدي كانت حاجه غير متوقعه تماما يعني. بس فده باختصار كده نظام الدرافت. اعتقد الدرافت ده بيقولوا عليه من اضعف الدرافتس في السنين اللي فاتت. يعني هو عشان بس بيلاك ستار باور قوي يعني. انت مش يعني انت النمبر 1 بيك حتى احنا مش كل الناس عارفاها يعني عكس السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت انت لا ويمبي كان الناس مستنيه بقى لها سنتين بالظبط. فانت خلاص يعني انت حته الستار باور دي يعني اظن كمان مش بس السنه دي يعني ممكن كمان السنين الجايه. لا السنه الجايه ده النتس عملوا تانك اصلا عشان كوبر فلاج السنه الجايه. كوبر فلاج صحيح ده يعني ده الهاوس هولد دي اللي ممكن اللي تلاقيه قوي يعني. بس هو السنه دي انت فعلا ما فيش حد خالص. لا السنه الجايه في كذا حد كمان بس ده بقى والله تصدق نسيت كوبر فلاج خالص. لا وفي كذا حد السنه الجايه. فبس السنه دي الدرافت برضو انا شايف ان هو قوي يعني. كان في درافت من كام سنه الدرافت اللي هو بتاع في درافت مش كان من كام سنه كده بس طلع منه لعيبه كويسه برضه يعني. لا اي ثينك بتاع ويجنز. اي ثينك الدرافت بتاع ويجنز. اوكي حاسس برضه انه طلع منه شويه لعيبه كويسه يعني. بس هنشوف يعني محدش عارف بالظبط يعني. اللعيبه الصغيره دي ممكن تلاقي نجوم يعني مثلا انثوني ادواردز دلوقتي هو مكسر الام بي اي يعني. اتخذ ما كانش نمبر 1 بيك. كان نمبر 1 بيك بس وقتها جيمس وايزمان كان اللي هو ده ولا ده وكان في لاميلو برضو كان الثيرد بيك وقتها. ايوه هم الثلاثه دول هم اللي كانوا. جيمس وايزمان دلوقتي اصلا ما حدش يعرفه بالظبط في البيستنز تقريبا ولا في الويزردز فيعني فمش شرط ان انت البيك تكون قويه. وشفنا ايام سكند راوند بيكس كانوا هول اوف فيمرز زي جينوبلي مثلا زي دريمون جرين. فيعني فبرضه يو نيفر نو في الحاجات دي بجد في الدرافت ما انت استحاله تعرف. يعني انت ممكن يجي لك يعني احنا ياما شفنا نمبر 1 بيكس وبيتقال عليهم باست
بس. في انثوني بنت مثلا. انتوني بنت ده ده ما قبل كملش ما سنتين يخش في ال NBA. بالظبط قعد آه. سنتين وخلاص. مم. قعد بعدها. فلا يعني هي على حسب انت وحظك حرفيا. مم. وفي احنا الحلقه الجايه هتبقى على الفري ايجنسي والتريدز بقى. المفروض الفري ايجنسي هتبتدي اصلا الاسبوع الجاي، ان شاء الله. او مش الاسبوع الجاي، كمان كام يوم. بتبتدي 1/7. فعلى ما نعمل حلقه الاسبوع الجاي هيكون بقى في شويه حاجات كده حصلت. انا نفسي في الموفز دي شويه. فهنتكلم في الموضوع ده الحلقه الجايه. اوكي. فبس خلينا نخش في الدرافت. كان كل متوقع ان اسمه ايه ده اليكس سار هو الفيرست بيك، يعني عشان زي ومبانياما وسنتر، واتلانتا برضو عندهم ضعف في حته السنتر شويه. بس هم عندهم ضعف في حتت كتير يعني. بس اليكس سار شفنا عمل حاجه غريبه. كان المفروض متفق مع الفرقه ان هو هيروح يورك اوت معاهم، ما راحش. يعني هو اتفق معاهم على ميعاد وكده، بعد كده في اخر لحظه ما راحش. ويعني ابتدى مؤخرا في لعيبه بتهدد، يعني ده ما كانتش حاجه بتحصل زمان قوي، ان هو مثلا لو انا اتعمل لي درافت من فرقه انا مش عايزها، فانا مش هسافر مثلا، هلعب سنه بره. عشان ان انت درافتد مش حاجه بتلزمك ان انت لازم تلعب في فرقه. انت بيدي الفرقه الاولويه ان هي تساين يو. ففي لعيبه كتيره شفناها بتجت درافتد وبتسافر سنه وبعدين بترجع تاني. انا فاكر ان زاين ويليامسون لما كان داخل، لما كانوا لسه بيعرفوا مين اللي هياخد البيك الاولانيه والباليكنز كان في الكلام ومش عارف ايه، فاكر ان في حد طلع قال ان زاين قال لو الباليكنز هياخدوه النمبر 1 بيك مش هيخش، وقال لك هيكمل في ديوك سنه، بس الكلام ده طلع هاكس كله. لا ده هاكس. فانا بقول لك انا الكلام ده بيتقال كتير قوي. لا بس معظمه يعني 80% من الوقت برضو بيبقى غلط خالص. لا بس في لعيبه، في لعيبه بتقعد 3-4 سنين بتكمل في اوروبا شويه، بعدين بيجيبوها، بيكون لعيبه صغيره هو اخد الرايتس بتاعته ان هو يدرافتم، بعد كده بيرجعوا تاني بعدها بفتره. بس برضو خلي بالك اصل هو هيبطل على النعمه يعني. هتبطل يعني واحد بيبطل على الان بي يعني ليه وجهه النصر يعني. بص يعني مثلا ما اوستن ريفز السنه اللي قبل اللي فاتت كان في كلام ان يعني هو هيوانت اندر كان في الدرافت في الاخر خالص، صح ولا كان اندرافت؟ اظن ان هو كان اندرافت. فهو كان في فرق عايزاه، بس هو كان يا اما بيروحش ورك اوت. هو كان في الايجنسي اي ثينك كلاتش برضه، كان بيتكلم مع الناس ان هو انا هجو اندرافتد علشان عايز يروح الليكرز. هو كان عامل اتفاق مع الليكرز ان هو يروح الليكرز. ففي لعيبه بتعمل كده، في لعيبه يعني ان هو عارف ان هو هيبقى سكند بيك مثلا او حاجه، وكمان السكند بيك بتاع العقود بتاعتها صغيره. وعامه ما انا عشان كده في حلقه محتاجه نعملها على الموضوع ده، علشان في عقود. انت الفيرست بيك، انت الاول اللي بتبقى في اللوتري اللي هو اول 14 بيك، بيبقى العقود ليها ارقام معينه، يعني كل ما بيكون انت متاخد اكتر كل ما بيكون رقمك اكتر، والعقود فيها اختلافات كتيره، فدي محتاجه حلقه لوحدها كده. انت كده محتاجه ديتيلز اكتر. بس فنرجع تاني. اليكس سار قال ان هو مش عايز يروح اتلانتا وعايز يروح الويزردز. ليه؟ لما سالوه ليه في بريس كونفرنس قال علشان عايز اروح فرقه بالتانك او فرقه ضعيفه فيظهر اكتر وياخد ارقام وياخد بلاينج مينتس. يعني هو راح اتلانتا، احنا شفنا عندهم كابيلا موجود، وعندهم اسمه ايه السنتر التاني اوكونو برضو. اوكونو مثلا كان 5th بيك او حاجه من سنتين وما بياخدش مينتس لحد دلوقتي، فهو مش عايز يخش في حته المنافسه دي. هو هيروح الويزردز وعندهم باجلي تقريبا وعندهم وايزمان، عندهم لعيبه يعني هو هيبقى الفرقه مركزه عليه. هو هيفت احسن هناك. فبس احنا اتكلمنا على السكند بيك كتير، بس عشان هو كان بروجكت ان هو هيكون فيرست بيك وفرنساوي، بس هو اول 2 بيكس فرنساويين. سبحان الله. ففرنسا وهنشوف فرنسا عماله هنشوف بقى. متخيل الاولمبياد السنه الجايه مش السنه دي، كمان 4 سنين. اعتقد فريق فرنسا ده هيبقى مرعب يعني. جامده قوي. بس هم عندهم كلهم رايزنج ستارز جامدين قوي، كمان بقى تحت قياده فيكتور ومبانياما كمان. يا لهوي هنشوف. طيب فعندنا زاكري ريساشي، فرنسويين بقى وكده. كان بيلعب في الدوري الفرنسي، كان بيلعب فرقه في التوب 5 في فرنسا. يعني كان فرقه اقوى من اللي وامبي كان بيلعب فيها قبل كده. الفرقه دي بتلعب في اليورو كاب مش اليورو ليج، فده البطوله الثانيه الاقوى في اوروبا. ارقامه كويسه. هو ليه اتلانتا اختاروه؟ غير ان اليكس سار قال ان هو مش عايز يروح، بس علشان اولا هو قال ان هو حابب قوي لما اصل هو الفرق بتقابل اللعيبه بتعمل لهم انترفيوز وبيتكلموا عليهم في السيستم وكده، فهو قالوا ان هو زي باطن او ان هو اشترى الفرقه قدمته له يعني. وشايف ان هو هيبقى جزء كبير من او جزء مهم من الفرقه. وفي نفس الوقت هو
لعيب اللي هو المودرن الوينج. هو اتلانتا بقى لها كذا سنه بتحاول تدور على الوينج ده. يعني لو تفتكر دي درافتد كام ريدش، درافتد اسمه ايه فوق، دي ارن، دي اندري، اسمه دي اندري ايه، مين؟ دي اندري هانتر. دي اندري هانتر. أوكي. كل اللعيبه دي هو نفس الستايل اللعيب ده. هم حاولوا بس بس هو ما كانش فيه كلهم فتعة فخيشوا. بس فعشان كده زكري ريسشي لعيب كويس، الاي كيو بتاعه عالي، عنده بول هاندلنج كويس، عنده شوطه كويسه، بيعرف يعمل حاجه من كل حاجه. هو مش بالظبط، يعني هو مش سبيسيفيك في قوي، يعني هو يعني كل حاجه بتقول ان هو بيعرف يعمل حاجه من كل حاجه. هو ديفنسيفلي كويس برضه. هو يعني هو بيقولوا ان هو الديفنس بتاعه ده هو ده اقوى حاجه عنده. وهو مش اثليتيك قوي، يعني هو طويل، هو 6'9 تقريبا، فده بنتكلم في 2 متر 10 11 حاجه كده. وهو سريع، بس مش اثليتيك اللي هو مثلا زي زاين او كده، هو مش للدرجه دي، بس هو ذكي. يعني بيقولوا ان هو عنده اويرنس، وان هو بيعرف يقفل كويس، والويك سايد بيعمل ديفنس كويس، بيعمل بلوكات كتير. واعتقد ارقامه دبلت في الستيلز السيزون اللي فات. فهو كان بيلعب في فرنسا، كان بيافريج 11 بوينت، قرابه 38% 39% من 3 بوينت. فدي نسبه عاليه جدا. محتاجين برضه، هو محتاجين 3 ان دي جاي قوي. فهو 3 ان دي، هو بيقول لك اسوأ الظروف هيكون ستارتر، هيكون اتليست ستارتر. بس هيبقى رول. بس انت الفيرست بيك انت بتبقى مستني منه ان هو يبقى سوبر ستار يعني. طبعا. فدي هتبقى الحاجه اللي هي ممكن تبقى يعني. بس هو هيبقى عنده روم ان هو يمبروف كتير. احنا اصل اتلانتا عندها اتجاهات كتيره تتحرك فيها السنه دي، يعني هم ما اعرفش بقى تري هيقعد، تري هيقعد ولا يعني في حوارات كتير، هيقعد ولا لا، الله اعلم. فهم حد منهم لو طار اصلا هو هيبقى عنده كاب سبيس ان هو يقدر يعمل اللي هو عايزه، فهو ممكن يمبروف عادي يعني. بس هو على حسب طبعا هو هيبقى ويلنج ان هو يعمل حاجه ولا لا. بس هو يعني الفكره عندهم كوين سنايدر من الكوتشز الجامدين، فانا اعتقد ان هو هيعرف يستغله كويس، وانا متخيل ان هيكون من اللعيبه الكويسه يعني. فنخش على أليكس سار. أليكس سار كان بيلعب في أستراليا، كان بيأفريج قريب من 10 بوينتس، 4.5 ريباوندز. وعلى فكرة الأرقام بتاعت اسمه إيه ده، زكري ريسشي، زادت في البلاي اوفز. هم لعبوا ماتشين بس في البلاي اوفز، في اليورو كاب الأول وفي البلاي اوفز. فهو برضه يعني احنا لما بنشوف ارقام لعيبه اوروبا ما بياخدوش منس كتيره زي اللعيبه اللي بتلعب في الام بي اي. يعني الماتش وقته اقل، وعلى طول بيكون في روتيشن في اوروبا، في باسكت متطور اكتر بكتير عن الام بي اي. الام بي اي برضه بيرمو يعني موضوع برضه فن شويه، انترتينمنت اكتر. فاليكس سار راح واشنطن مفيش حاجه منتظرينها تقريبا. عملوا تريد للصهيوني داني ادفيا، هو طلب التريد وغار. راح بورتلاند. بس فهو يعني اعتقد الفرقه هتبقى هيحاولوا يشتغلوا عليه. هو اصغر بيس، هو السنتر اللي هو بقى المودرن زي ما شفنا ديريك لايفلي كده في المافز. هو نفس ستايل اللعب، نفس الحاجه. بيسويتش على اللعيبه. هو 7 1 هو لا، هو 6'11 6'11 يعني دخل على 7. هو 7 فيت يعني. ف 7 فيت ده بنتكلم في 2 متر 15 تقريبا. الوينج سبان بتاعته 7'4، فالوينج سبان بتاعته كبيره. وزكري ريسشي برضو هو 6'9 الوينج سبان بتاعته 6'9.5، فبرضو دراعته اطول. يعني فزي ما قلنا هو بنسبه كبيره هو لوزرز ناقصها حد، هم ناقصها فرقه يعني. بس اعتقد هيبقى بيس مفيده ليهم في المستقبل. فيعني مش حاسس كده لوزرز مفيش كلام كتير قوي عليهم، يعني هم محتاجين اي حاجه. ريد شابرد، انا من اللعيبه اللي بحبها، اللي شفتها في الجامعه، تابعت شويه في الجامعه في فاينل فور والحاجات دي، او مش من فاينل فور، بتفرج من اول دور 16 سويت 16. فمن اللعيبه الكويسه قوي. لو هنقارنه بحد من لعيبه الام بي اي، انا شايف بريتشارد، وحتى ممكن يكون احسن من بريتشارد شويه لما كان جاي من الجامعه. اوكي. بريتشارد والله اندر ريتد قوي. لا، ما هو دلوقتي في الان بي اي جامد. لا، بتكلم هو داخل من الجامعه. يعني هو بولشت اكتر وديفندر احسن من بريتشارد وهو داخل من الجامعه. اوكي. كان بيلعب في كنتاكي، كان بيافريج 12 بوينت ونص، بيشوت من 3 بوينت 52%. اسيست 4.5 اسيست، و2 تيرن اوفرز في اسيست تيرن اوفر 52% 3 بوينت يا ابن الذين، و2.5 ستيلز. اوكي. فديفندر جامد، فديفندر ذكي يعني. هو مش طويل، هو 6'2".
اوكي. فمش طويل. عنده 20 سنة، دي تانية يعني، او حضر سنة واحدة بس في الجامعة. فمش طويل بس هو ذكي جدا. هو حتى هم حاطين انا دلوقتي ببص على ذا رينجر، هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن. يعني في تفاصيل بقى اكتر بكتير من اللي احنا بنتكلم فيه. انا برضو بلخص اللي متقال علشان برضو احنا يعني احنا بنتابع الام بي بالعافيه يعني، فمش هنتابع كمان الجامعه واوروبا اصل هو بيجيب بروسبكتس من كل حته حرفيا يعني. حتى كمان السنين اللي فاتت دي بقت البروسبكتس اللي جايه من بره اكتر بكتير جدا من اللي جايه من جوه. صح. يعني الجامعات دلوقتي بتطلع طبعا تالنت وكل حاجه، بس العدد زاد قوي من اللعيبه اللي بره. يعني لو تلاحظ مثلا من ايام لاميلو بول كان يعني 90% مثلا او 80% من اللعيبه اللي بتيجي كلها من الجامعات، كلها من التوب 8 من الجامعات. مش لاميلو ده، قبل لاميلو كمان قبلها كمان. بس انا بتكلم على لاميلو عشان لاميلو هو تقريبا من اوائل اللعيبه اللي قال لك ايه انا ممكن احترف بره، ممكن العب بره. لا بس في لعيبه كتير يعني. براندون جينينجز مثلا راح اوروبا لعب في اوروبا والسنه ورجع. فيعني الموضوع من زمان، بس هو الامريكان ما بيعملوهاش كتير. بس خلي بالك احنا بنتكلم من توب 2 بيكس فرنساويين، والسنه اللي فاتت برضو انت كان عندك في التوب 10 برضو كان في اوروبيين كتار. فهو الاتجاه. ودلوقتي اللعيبه التوب 5 بلايرز في الام بي اي تقريبا كلهم اوروبيين. عندك يوكيتش، دونتشيتش، يانس، امبيد، مش اوروبي يعني بس لا بس يعني بقى امريكاني بس هو كاميروني بس جاي من بس بقول اما الام في بيز انترناشونال بلايرز الام في بيز بتوع الخمس سنين اللي فاتوا كلهم ما فيش ولا واحد فيهم امريكاني. صح. بعكس كل السنين اللي قبلها يعني، كان قبلها حتى كل السنين اللي فاتت كلهم امريكان ما عدا مرتين ستيف ناش خدها اللي هو الكندي اللي هو اخت امريكا الصغير، غير كده كله امريكان. ما هو البال كومباريزنز بتاعت شابرد بيقولوا ان هو ستيف ناش وديريك وايت. ده حلو ده. انا شايف بريتشارد عشان هو اقصر شويه منهم، الاثنين التانيين كانوا اطول شويه. وديريك وايت فيزيكلي قوي اقوى بكتير. فبس هنشوف. بس هو الروكيتس اخدوه الثيرد بيك، فزي ما قلنا هو ذكي جدا، بلاي ميكر، شوتر. واحنا شفنا الروكيتس السنه اللي فاتت ما حدش كان متوقع ان هم هيكونوا فرقه قويه كده. فلا يعني متخيل ان هو بيس هتبقى مهمه، بالذات ان هم عندهم مين ازوار ايمان تومسون. هم عندهم ايمان تومسون مش ازوار. فايمان مش من الشوتر يعني، مش قوي في الشوتنج، هو بوينت جارد، هو بيلعبوه بوينت جارد. فهيكون عندك اوبشن تاني لحد ان هو يبقى بلاي ميكر عشان يلعب جيلين جرين ويلعب جباري سميث ويلعب ديلان بروكس. وانت عندك فان فليت كمان. فان فليت كمان ممكن يلعب ممكن يلعب شوتنج جارد. فهيبقى عندك اوبشن ان هو مع تومسون ان هو يبقى في حد بيبدل معاه، ان هو انت مش منتظر منه كتير قوي في فرقه زي روكيتس. فهياخد وقته. واحنا شفنا دوكا بيخلي اللعيبه الصغيره عامله ازاي يعني. فبيك ممتازه يعني. بيك حلوه بالنسبه لي. انا كان نفسي الصراحه يروح السبيرز يعني. كان ياخد هو بوينت جارد سبوت بتاعت عند السبيرز. السبيرز ما عندهمش بوينت جارد، بس خدوا برضه حاجه. خدوا بوينت جارد كويس بس ما عندوش شوطه بقى يعني. ده عيب. البيك اللي بعدها هو السبيرز اخدوا ستيفان كاسل. كان بيلعب في يوكون، برضه لعب سنه في الجامعه. بوينت جارد كويس بس ما عندوش شوط. بوينت جارد كويس، هو كومبو جارد. شوطه ضعيفه، شوطه وحشه يعني. هو كان بيشوط 26.7 3 بوينت برسنتج. بس هو اثليتيك جدا، ديفندر قوي جدا، زي ما بيقولوا دوج كده اللي هو يعني بياكل العيال يعني. هم بيقولوا ان هو و6'5 طويل، الوينج سبان بتاعته 6'9. فالتشبيه بتاعه بيقولوا ان هو شبه اندري إجوادالا. فده يقول ان هو قد ايه اثليتيك، عنده حته الهاسل اون بول ديفنس. بيقولوا بلاي ميكر قوي. انا ما اظنش ان هم يعني محتاجين حاجه. هو سبيرز هم محتاجين شوتر والله. هم يعني محتاجين بلاي ميكر. بس عشان ويمبي ما كانش في حد بيلعبه بالظبط. هم عايزين بلاي ميكر بس في نفس الوقت برضه عايزين شوتر. بس ممكن يدوا الشوتر ده لحد تاني غير مش شرط البوينت. يعني ممكن يعني البوينت ممكن يلعب هو اللعب بتاعه عادي جدا، بس كده وانت عندك السكورنج هيجي من وين. بس خلي بالك برضه السبيرز يعني مثلا شفنا كواي لما كان جاي في الدرافت ما كانش بيعرف يشوط بالظبط، فبقى عنده شوط. فالسبيرز بيعرفوا يشتغلوا على اللعيبه. دون بلاير ديفلوبمنت دي قويه جدا بالظبط. سواء برضه الحاجات دي ما برضه هياخد على الوضع وهيشتغل، وهو برضه على حسب هو عايز يعمل ايه. ولو عايز يشتغل ويطلع حاجه في السيزون بتاعه. انت شايف اهو فيكتور وامبانياما، انت يعني الفرق ما بينه وما بين السنه اللي فاتت في الصور
غير التان طبعا بتاع تكساس وكل حاجه، بس منظره هي لوكس بالكير بكتير اكتر بكتير من السنه اللي فاتت. فهو الديفلوبمنت ده طبعا على حسب اللعيب عايز يعمل ايه. بس الشباب الصغننه الجميله دي يعني فلا فالسبيرز يعني كده كده بيعرفوا يطلعوا بالظبط. لعيبه. يعني حتى احنا شفنا ديجانتي ميري برضه ما كانش بيشوط، برضه ما كانش عنده شوط. بالظبط. ديريك وايت برضه كان شوطه مش احسن حاجه اول ما دخل ام بي. فهم بيعرفوا الديفلوبمنت يطلعوا لعيبه جامده يعني. فهنشوف يعني بيك كده كده قويه للسبيرز. بيك كويس. رون هولاند الفيفث بيك ده كان بيلعب في جي ليج اجنايت اللي قفل خلاص عشان بعد زي ما اتكلمنا في بودكاست. لو ما شفتوش بقى حلقه عصام تامر وعمر الشيخ كنا اتكلمنا في حته دوري الجامعات والفلوس اللي بقت موجوده فيه وكده. فيعني لو عايزين تعرفوا اكتر عن دوري الجامعات وكده، ناس بقى لعبت في دوري الجامعات فشوفوا الحلقه دي. شوفوا حلقه عمر الشيخ وعصام تامر. الجي ليج اجنايت دي كان زي ما انت كنت بتقول ان ده اوبشن تاني، بدل ما اللعيبه تروح جامعه تروح الجي ليج اجنايت سنه وبعد كده يخشوا على ام بي. بس البروجكت فشل، كل سنه الفرقه بتقل عن السنه اللي قبلها. ما بيطلعوش لعيبه يعني. احسن لعيب طلعوه كامينجا، وشوف كامينجا قعد قد ايه 3-4 سنين عقبال ما ظهر منه لعيب، ما ابتدى يطلع منه حاجه. فرون هولاند الفكره انا مستغرب بجد من البيك دي، اللي هو ده من اكتر اللعيبه اللي عندها بوتنشال في الدرافت ان هو ممكن يبقى لعيب جامد. بس هو الفكره ان هو زي ازوار تومسون، هو نفس الستايل، هو ما بيشوتش، ديفندر هاسل بلاير بنتريتر ما بيشوتش، ما عندوش شوطه. فكان بيشوت في الجي ليج السنه اللي فاتت 27.3%، بيافريج 15 بوينتس 7 ريباوندز 1.3 ستيلز. فهو نفس الستايل. فباك تو باك بيكس نفس الستايل لعيب، واكتر فرقه اوحش فرقه في 3 بوينت شوتنج. فانا مستغرب، بس جايز هم يعني مستنيين منه البوتنشال، حته البوتنشال دي. ولا لا دي اورجانيزيشن في البطاطس. طيب يعني احنا هنجري كده شويه علشان في حاجات سبايسي في عندنا الليكرز جايين. اي حاجه واحده بس يعني احنا بس التوب 10 بيكس كده او التوب 12 مثلا ممكن نتكلم فيهم عشان لعيبه ممكن تكون اقوى شويه من بعد كده، وبعد كده في لعيبه كده هننقيها في حاجات كده بتتلقط. وطبعا بروني ده يعني خلينا لفظ مش كويس، خلينا نروح عشان دي حاجه صعبه. السكس بيك شارلوت تيجاني سالاون شوليه، فرنساوي برضه. اوكي. فهو 3-4 سمول فورورد باور فورورد 6'9، الوينج سبان بتاعته 7'1. كان بيلعب فرنسا في الفيرست ديفيجن برضه. بيافريج 9.7 بوينتس، 3 بوينت برسنتج 32%، فنسبه مش قويه. ريباوند 3.9 1.1 ستيل. هو برضو ديفندر. هم جاي بقى بيقفلوا البازل، هو بي جي واشنطن مشي فهم بيقفلوا البازل دلوقتي. هم بيقولوا ان هو الميكانيكس بتاعته في الشوط كويسه. فهو على فكره اعتقد من الناس اللي اتاخدت في الاولمبيكس، اعتقد ان هو اتاخد في الاولمبيكس يعني. احنا الموضوع الاولمبيكس ده هنبقى يعني في مفاجآت كده وقت الاولمبيكس كده. لا احنا في مفاجآت كده في الكونتنت ممكن يعني احتمال كده باذن الله. هما بيقولوا ان هو قريب من ارين جوردن وشاندلر بارسونز، ده تشبيهه بس هو الفكره برضو بيقولوا اللعيب ده هو ديفندر قوي جدا. ال3 بوينت شوتنج ده هيجي محتاج شغل شويه. انا مش عارف ليه حاسسهم كلهم نفس البروفايل لحد والله العظيم. كل العيال شبه العيال كلها نفس. خلي بالك عشان الام بي دلوقتي هو بقى حته ان انت الوينج الطويل. انت شايف دلوقتي الام بي السنه دي كسبوا تيتم وبراون، الوينجز الطويله اللي بتهندل بتشوت بتعمل كل حاجه اللي بتدفن. فانت عندك دلوقتي الفرق الام بي كلها لازم يكون عندك وينج طويل. وفي انا شايف في نقص كتير، فرق كتير في الام بي ما عندهاش اللعيبه دي. فبس هو برضو بيتكلموا ان هو رو تالنت، وان هو ممكن يبقى عنده بوتنشال كبير ان هو ممكن يتحسن يعني. فبس هو شارلوت يعني ما شفناش لعيبه ما فيش حاجه طلعت. بس صراحه براندن يعني. اسمه براندن ايه بتاع السنه اللي فاتت اللي كان براندن ميلر كان عامل سيزن خطير السنه اللي فاتت يعني، من البيكس الكويسه اللي عملوها في اخر كام سنه يعني. السيفنث بيك دونوفن كلينجن كان بيلعب في يوكون سوفمور، فلعب سنتين في الجامعه. كان بيلعب في جامعه في الاول وما كانش بياخد مينتس قوي. راح كونتيكت اللي هي يوكون بقى بياخد مينتس اكتر. عمل لعيب جامد قوي، سنتر 7'2، الوينج سبان بتاعته 7'7 يا لهوي. بيشوط عنده شوطه. يعني بيقولوا ان هو الديفنس بتاعه
ان هو ده سيستم ديفنس عامل زي مثلا يعني اقول لك مثلا هم بيقولوا ان هو شبه جوبير او مارجاسول، بس عنده مارجاسول عشان عنده شوط، عشان عنده شوط. فبيقولوا ان هو الديفنس بتاعه دوميننت جدا. يعني الارقام في الجامعه 13 بوينتس 7.4 ريباوندز 1.5 اسيست 2.5 بلوكس. اوكي. فبيقولوا ان هو يعني يتبني عليه سيستم ديفنس زي جوبير كده. طيب. فبورتلاند بس هو المشكله الفكره ان هم عندهم ايتن وعندهم روبرت ويليامز. فروبرت ويليامز ما بيلعبش كتير، فجايز هم يعني عارفين ان هو هم خلاص عارفين ان روبرت ويليامز ما اعرفش. بعد كده عندنا الايت بيك روب ديلينغهام. ده كان بيلعب في كنتاكي، لعب سنه واحده في الجامعه، بوينت جارد. ومينيسوتا عملت تريد علشان تجيبه. عملوا تريد ل 2030 بيك فيرست بيك و 2031 برضو فيرست بيك برضو. فتو فيرست بيكس عشان يجيبوا ديلينغهام. فكان من اللعيبه الجامده. هو بيقولوا ان هو شبه لو ويليامز وبونز ايلاند، فهو سكورر سبارك اوف ذا بنش عشان مايك كونلي برضو بيكبر في السن وكده، فحد للفيوتشر. كان بيشوت 44% في الثري بوينتس في الجامعه. حاسه ادواردز هيبقى جامد. ديفندر قوي. عنده البال هاندلنج قوي، او هو مش ديفندر قوي بس هو بلاي ميكر كويس وشوتر كويس. فعنده البال هاندلنج بيقولوا ان هو قوي. الفلوتر حد زي ده عامه. يعني محتاج وسبوت اب شوتر كويس. محتاجه بوينت وبول اب ثريت كويس. حلو. الناينث بيك للجريزليز زاك ايدي. زاك ايدي ده احسن لعيب في الجامعه بقاله سنتين. انا عارف كان بيلعب في سنتر، بيلعب في بردو تقريبا. بردو هو لاعب يعني 3 سنين في الجامعه. فهو كبير شويه في السن، يعني عنده 22 سنه. فهي دي برضو فرق الان بي بتبقى عايزه لعيب صغير عشان يبقى عندهم وقت اكتر يشتغل عليه وكده. بس ياما شفنا لعيبه جت حضرت شويه في الجامعه زي دوين ويد زي تيم دانكن. في لعيبه كتيره اخدت وقتها شويه في الجامعه وبقوا هول اوف فيمرز. بس هو الفكره على زاك ايدي ان هم بيتكلموا ان هو سنتر تراديشنال سنتر وخلاص الموضوع ده خلص في الان بي اي. شبه جوناس فالنتينوس قوي. بس هو عنده الفكره ان انا شايف ان هو عنده شوطه كويسه وعنده 3 بوينت شوت مش وحش. هو فعلا حاطين الكومباريزن فالنسيونس وزوبك. هو شبهه. هو زوبك فعلا. هو زوبك قوي حتى وشه شبهه. بس هو على فكره عنده حته بوست موفز قويه. هو عامه طويل جدا، هو 7'4" فطويل قوي. وينج سبان 7'10". يا لهوي. فانا شايفه ان هو بيتحرك كويس. يعني هو مش سنتر تقيل قوي. حركته كويسه. عنده شوطه كويسه مش وحشه. ما بيشوطش كتير بس عنده شوطه كويسه. كان بيافريج في الجامعه 25 بوينتس 12.2 ريباوندز 2 اسيست 2.2 بلوكس. هو في الجامعه هو جامد قوي. بس هو برضه هو في الجامعه يعني ما فيش حد، كانش في حد زيه. يعني كان مثلا اللي كان ممكن كان يحوق معاه شويه كان دي جي بيرنز. ودي جي بيرنز يعني دلوقتي ما اظن هي went undrafted. بس فهو يعني بس هيلاقي مليون واحد زي دي جي بيرنز ده في الان بي وهيبقى هيبهدلوه تحت. برضه حته ان هو يادابت دي ده. بس اقول لك ده اهم حاجه. ممفيس عندها جارين جاكسون لما شفناه بيلعب سنتر بيبقى كارثه. بيلعب بريفير يلعب 4. ستيفن ادمز السنه اللي فاتت ما كانش موجود. واتعملوا له تريد راح مش فاكر هيوستن تقريبا. مش فاكر مش فاكر ستيفن ادمز راح فين. فدلوقتي السنتر سبوت ده فاضي. انا شايف ممكن ياخد مينتس جنب جي تريبل جي. يعني شايف ان هو ممكن يبقى مفيد للفرقه يعني. وهياخد مينتس. يعني شايف ان هو هيبقى في حمل عليه. وهو على فكره فري ثرو شوتر قوي. ففي حاجه على طول السكاوتس بيتكلموا فيها ان لما يكون انت عندك الفري ثرو بتاعك كويس، هو بيشوط فوق ال 80%. فلما عندك الفري ثرو قوي عندك، فده عندك ميكانيكس كويسه. فده ان انت ممكن تتطور في الشوط. في لعيبه كتيره من الفري ثرو ان هو عنده قوي ما بيكون شوط اقوى حاجه بيتطور في الشوط بعد كده. فدي حاجه. بس هو عنده سوفت تاتش، عنده فلوترز بيعملها، عنده الهوكس بيعملها. هو لعيب جامد قوي. بس هو انا بقول لك هو بس يعني هو لسه ما شافش الماتش بتاعه. بس انا الفكره ان انا كان الناس بتتكلم ان هو ممكن يبقى اصلا ليت فيرست راوند بيك وكده. فانا استغربت ان هو اتاخد بدري. بس انا متخيل برضو ان هو هيبقى لعيب كويس في الان بي اي. الله. عندك كودي ويليامز اخو جيلين ويليامز اخوه الصغير. كان بيلعب في كولورادو ولعب سنه في الجامعه. 6'7" الوينج سبان 7'1" زي اخوه. نفس الفكره نفس الحاجه بالظبط. عندوش شوطه وبيقولوا رو تالنت جدا. هم بيقولوا ان هو جيلين روز شبه جيلين روز. برضه احنا اتكلمنا على الموضوع ده كتير. كان بيشوط في الجامعه 41% من الثريز.
بس كان بيأتمت 1.5 شوتس 3 بوينت شوتس يعني، فما كانش بيشوط ما كانش كتير. بيشوط ثريز. ف هم بيقولوا ان هو اون بول ديفندر قوي جدا. عنده هو برضو كومبليت باكج كده زي جيلن جونسون، زي جيلن جونسون مين؟ جيلن ويليامز. بس فده بالنسبه لكودي ويليامز. يوتا اللي اخدته ال 10th بيك. فيعني يوتا كده كده هم محتاجين وينج. عندهم جاردز كلهم قصيرين، وعندهم سنترز، وعندهم ماركنن، عندهم اسمه ايه ده، ووكر كاسلر وماركنن. فبس فانت محتاج حد وينج طويل. فما فيش يعني الدرافت كله وينجز اصلا. درافت والله غريب قوي، درافت غريب قوي. ماتس بوزيليس ده من كان بيلعب في الجي ليج امريكاني، بس ده امريكاني عامه. يا امريكاني. ف غريب قوي دي. بوينت فورورد. اوكي. 6'8 6'10 وينج سبان. كان بيافريج 14.3 بوينتس 27.3 3 بوينت 7 ريباوندز 2 بلوكس. فهو بيقولوا ان هو شبه فرانز فاجنر ولامار اودم، بس هو لامار اودم عشان بلاي ميكر، وفي نفس الوقت بيداش كتير وكده، بس هو شوطه مش احسن حاجه. انا شايف العيال دي كلها هو محتاجه. بيقولوا عنده شوط يعني عنده شوطه، بس هو البرسنتج بتاعته كانت وحشه. بس السنه العيال دي كلها اندر ديفلوبد ولا مالها ولا في ايه بالظبط؟ ما عشان كده، ما هو ده عشان كده بيقولوا الدرافت ده مش قوي عشان كده. يعني هو تالنت وايز يعني مش حاسه خالص يعني. ما فيش حد فيهم اللي هو ايوه انا عايز ده، عايز ده نمبر 1 بيك يعني. ما فيش يعني. كل السنين اللي فاتت احنا عارفين مين اللي هيبقى نمبر 1 بيك. حتى يعني الدرافت اللي فيه لاميلو، اللي فيه انتوني ادواردز، مين هيجي مين مش عارف ايه ده، بس احنا عارفين. فلا حاسس ان هو درافت يعني ان ديفلوبد خالص يعني. كله ما فيش حد عنده بعينه انت بتعمل حاجه معينه وانا جايبك عشان كده. كله هيجي واحنا نخبط ونشوف هنديفلوب ايه فيك وزي ما تيجي تيجي. فلا ما درافت غريب قوي، كله نفس البروفايل بالظبط. فعندنا ال 12th بيك نيكولا توبيتش. اوكي. صربي اكيد يعني من الاسم يعني باين نيكولا وتوبيتش يعني فرق حرف خلاص لازم يبقى صربي. ده جارد 6'6 الوينج سبان بتاعته 6'6 برضه. ده عنده 18 سنه. ايه 18 سنه. الثاندر اللي اخدوه البيك ال 12. اوكي. الفكره ان التوبيتش ده كان بروجكتد ان هو يكون توب 3 بيك، بس جاله بارشل تير في الصليبي. فهياخد حوالي 6 شهور على ما يرجع. كده الثاندر مش محتاجينه دلوقتي. الثاندر عملوا تريد جابوا كاروسو. هو نفس كاروسو دي ده حوار ده حوار والله، حاجه جامده فشخ. ما احنا نتكلم بقى الحلقه الجايه في القصه دي. بس هو الفكره هو ستايل يعني بص هما هم بيقولوا ان هو بلاي ميكر خطير. اوكي. فبيقولوا ان هو عنده البلاي ميكنج سكيلز. هو بيقولوا شبه دراجيتش. هو بنتريتور كويس، وعنده شوطه مش وحشه، وبلاي ميكر كويس. فكان بيافريج في الدوري الصربي 14.5 بوينتس 30.6 في ال 3 بوينت من 4 attempts per game. 4 attempts. اوكي. 3.2 rebounds 5.5 assist 2.2 turnovers. فدي assist to turnover ratio كويسه. فهو عنده، هو اعتقد جايبينه ريبليسمنت لجوش جدي. يعني وهو انت مش مستني منه حاجه دلوقتي. فيعني هو على ما يرجع من اصابته كده وياخد مينتس وبتاع، فيعني ممكن السنه الجايه تلاقيه هو كمان صغير قوي في السن. 18 سنه ده قليل فهو زي ما بقول لك هو كان بروجكتد توب 3 بيك، بس عشان الاصابه. زي مايكل بورتر جونيور مثلا كان من كام سنه كان بروجكتد برضه توب فيرست، كان فيرست بيك في الدرافت بتاع زاين، بس دروبت ل 15 حاجه. كان الناجتس اخدوها علشان الاصابات وكده. طيب فاضل لنا يعني بص فاضل بيك هي حلوه قوي للكينجز. دي 13th ديفن كارتر من احسن لعيبه في دوري الجامعات السنه اللي فاتت. هما بيقولوا جو هوليدي بس على كبير. جو هوليدي بس على كبير. ديفندر كويس. لا مش هو ده، انا هقول لك مين جو هوليدي على كبير. هو ديفندر كويس يعني. حته الديفنس دي قويه عنده. هو جارد 6'3 بيافريج 19 بوينتس في الجامعه 3 سنين في الجامعه. 37% من 3 بوينت من 6.6 attempts
فدي نسبه عاليه قوي. حلو فشخ. 8.4 ريباوندز، وده جارد، بنتكلم 6'2 جارد بيافريج 6'2 بيجيب 8 8.4 ريباوندز و 3.5 اسيست. فهو جارد يعني شوتنج جارد اكتر مش بوينت جارد. بيلم كل اللم ده. فديفندر قوي قوي يعني، بيقولوا حته الهاسل وهو كمان عنده بنتريشن وعنده شوطه كويسه. يعني فهو اصلا كان بروجكت ان هو هيكون اعلى من كده. هو بيقولوا ان هو شبه بروس براون كده، بروس براون او ديريك وايت وجو هاردر، بيقولوا هو الكومباريسون في الحته دي يعني. فاعتقد بقى هنجري شويه للبيك 16 جاريت ماكين. ده كان بيلعب في دوك، ده تيك توكر طراز اول، بس شويت ابن لذيذ، شويت فشخ. ده هما بيقولوا هو اصلا هما بيقولوا ان هو في النص يعني الكومباريزن بين ستيف كاري وسيث كاري، يعني هو في النص. هو سيث اكتر. لا يعني هو بيقولوا ان هو احسن من سيث، بس هو كان دوك برضه، ما كان زي سيث، كان زي سيث، فهو احسن من سيث بكتير. بس هو يعني مش ستيف، فهو في النص ما بينهم. هو مش ستيف بس هو كاتش اند شوتر كويس قوي. فهو الفكره ان هو جايبينه يعني هو مش كاتش اند شوت كمان، هو اوف ذا دريبل، و يعني هو عنده ذا كومبليت باكج، بيخش بيشوط بيعمل كل حاجه. هو سكور فيرست، هو بوينت جارد، فاعتقد ممكن يبقى بيلعب مع ماكسي. كان بيافريج في الجامعه السنه اللي فاتت، هو لعب قد ايه؟ لعب سنه واحده. average 14 points 41.4% 3 point shooting 6 attempts per game، فنسبة عالية. 5 rebounds per game. assists هو زي ما قلنا هو scoring first. هو في الدوك كان جامد قوي. فهو pull up threat و catch and shoot، فهم بيقولوا الحاجتين دول، وبيقولوا ان عنده شخصية كاركتر. هو بيعمل نيل بوليش وبتاع على حاجة تقرف يعني. موضوع النيل بوليش ده بشمئز منه قوي، بس مش مشكلة. بس هو يعني بيقولوا ان هو كاركتر لذيذ ويعني لعيب يعني. هو لعيب، هو عنده الفول باكج، عنده الميد رينج، عنده زي ما بيقولوا 3 ليفل سكورينج، ميد رينج، عنده 3 بوينت وانسايد جيم. بس هو اندر سايزد، فهي دي هتبقى مشكلته. حته الديفنس طبعا مش اقوى حاجه. بس هو جامد عامه، هو لعيب كويس. ال 17th pick دالتون نيكت عندكم الليكرز. دي تريد يعني ذا رينجر مدينها عامه الحمد لله والله. اصل احنا لحقنا نفسنا في الحته دي يعني، بعيدا عن ال 55th بيك اللي جايين اللي رايحين لها دي كمان شويه، بس انا راضي عن البيك دي عامه يعني كويس. طب بص يعني خلينا نتكلم على السات بتاعته. وهو سينيور في الجامعه، فهو لعب الاربع سنين بتوع الجامعه، فهو كبير. عنده 23 سنه، فهو من اكبر اللعيبه في الدرافت. مش مشكله يعني. السايز بتاعه 6'5", الوينج سبان 6'9". هو لعيب الاي كيو بتاعه عالي جدا. بيقولوا حته الكلاتش دي عنده. وهم بيقولوا السنه اللي فاتت كان قدام الليكرز ان هم يجيبوا هامي هاكس، ما جابوهوش، وجابوا اللعيب اللي على الله اللي جبتوه ده. انتوا السنه اللي فاتت جبتوا اللي هو جيلين هوتشفينو ده. ما انت اصلا انت بتشغل الليكرز، انت ما اصلا ما خدش مينتس. كان لعيب تعبان. فهو جابوا لعيب صغير بدل ما يجيبوا لعيب بولشت اكتر وكبير. فده هامي هاكس كان عنده الحته دي، فدي ميست هامي هاكس. فتخيل كان جالكو كان فرق معاكم جدا، ديفندر شوتر. فهو نفس الحته دي، هو شوتر خطير زي ما قلنا. 40% 3 بوينت شوتنج 6.5 اتمتس. لعيب كبير. وهم درافتد اللعيب الكبير المره دي علشان برضو يفتن على طول مع الفرقه، مش هيبقى عنده حته الرهبه وبتاعه الحته دي. ومر بحاجات كتيره، كان بيلعب في تينيسي، في جامعه تينيسي. فهو بيقولوا ان هو الكومباريزن بتاعته كريس ميدلتون وماكس تروس. فده يقول لك قد ايه هو شوتر يعني. والليكرز محتاجين شوتنج، محتاجين شوتر. البيك ال 18th لعيب سينيور في الجامعه، كان بيلعب في كولورادو مع كودي ويليامز. تريستن دا سيلفا، اعتقد هو برازيلي. هو فورورد، ده زي اللي احنا اتكلمنا على كل الناس، 6'8 6'10 وينج سبان. بس هو بيقولوا ان هو شوتر خطير وبلاي ميكر. بيقولوا هو الكومباريزن بتاعته زي كايل اندرسون. فان هو بيسبيس الفلور وبلاي ميكر، بس هو اسرع شويه. هما كان بيقولوا ان هو كايل اندرسون وبرده فرانز، هو نفس الستايل فرانز. بس فاورلاندو يعني عمالين على طول بيدرافت لعيبه سايز كبير. مش عارف هيجيبوا بوينت جارد امتى. السنه اللي فاتت جابوا انثوني بلاك بوينت جارد بس، وفولدز ما لعبش كتير. بس انا حاسس محتاجين بوينت جارد شوتر قوي يعني. بس يعني دي البيكس اللي هي في الفيرست راوند كانت مهمه يعني.
دنفر ناجتس جابوا سنتر اخيرا، جابوا سنتر في الدرافت، لعب سنتين في الجامعه، دي كانت لازم تتاخد. دارين هولمز 6'9". ده من الاخر عنده 3 بوينت شوت، كان بيشوت 39% من ال 3 بوينت، 2.5 اتمپتس، افريج 20.4 بوينتس، 8.5 ريباوندز، 2.1 بلوكس. فهم بيقولوا ان هو شبه جيلين سميث بتاع انديانا بيسرز، ما اعرفش عارفه ولا لا. هو ما بياخدش مينتس كتير، بس هو متوقع هيبتدي ياخد مينتس من السنه الجايه. فهو شو يعني برضه مايلز تيرنر، برضه شبه مايلز تيرنر، بس هو عشان اندر سايز شويه، هو 6'9". فبس هياخد مينتس من يعني يبقى تريح ليوكيتش، عشان بقالهم كتير قوي ما عندهمش باك اب سنتر. جربوا دي اندري جوردن، جربوا لعيبه كتير، بس ما لقوش حد سبيسر يعني. برضه جابوا توماس براين تقريبا فتره، بس ما اشتغلش. مفيش حد هيفسد مع يوكيتش، يعني يوكيتش سنتر بيس مهم قوي يعني. بالظبط. بس فده حلو. ده كده الفيرست راوند. ناقص بس راين دان، ده اللي بيقولوا عليه جو هوليدي على كبير. انا حاجه هم كلهم بيقولوا على لا اصل ده ديفندر يعني. بص احنا اللعيبه انا هبعت لك هايلايتس ليهم برضه، تحط كده ممكن نحط الهايلايتس للناس دي، علشان بجد الواد انا حاسس بجد ان محدش يعرف مين الناس دي. يعني بجد والله انا بكلمك اهو، يعني عشان كده هعمل الحلقه دي. يعني عملنا شويه ريسيرش. يعني انا مثلا 40% من الناس دي ما اعرفهاش. في ناس كتير قوي انا فعلا واقع من. راين دان ده زي ما اقول لك هو ديفندر بقى كلب دوج. فلا راين دان ده يعني في هنحط الهايلايتس واحنا بنتكلم عليه. ديفندر خطير، بس هو حته الاوفنس دي هو عنده شوطه مش وحشه، بس هو ما بيشوطش كتير. ممكن يديفلوب حاجه زي كده يعني. بس هو لعب سنتين في الجامعه. عنده 21 سنه. 6'6". الوينج سبان بتاعته 7'1.5". هو احسن ديفندر في الكلاس ده، بيقولوا ديفندر يعني. في سكاوت قال ده احسن ديفندر شفته من سنين. اللي انت وريت لي هايلايتس. ده اللي وريت لك هايلايتس. جامد فشخ، جامد قوي. يعني اون بول ديفندر خطير. فالسانز عايزين اي بوديز يعني، محتاجين. السانز عايزين اي حد برضه يسد معاه. البيك ال 30 اخر بيك في الفيرست راوند، بيلر شيرمان. ده جه السلتكس جابوه. ده اللي انت بتقول لي عليه ستيل ده. ستيل يعني، حتى هم مدين لها بيه ان هي في البيك ال 30. هو اوف بول شوتر، ديفندر كويس، بيريباوند كويس، كان بيافريج 18.5 بوينتس، 40% شوتنج من 8.3 اتمپتس، او هي 38% من 8.3 اتمپتس من 3 بوينت، فنسبه عاليه قوي. 9 ريباوندز، 3.9 اسيست. فهو شوتنج جارد وطويل يعني، شوتنج جارد 6'6", وينج سبان 6'8". بيعمل كل حاجه، شويط جدا. فهم يعني بيقولوا الكومباريسونز بتاعته شبه سام هاوزر. برضه احنا شفنا السنه دي كان جامد قوي. فيعني بس انا اللعيبه اللي مستنيه السلتكس يطلقوا له الصراحه جوردن والش، البيك بتاعت السنه اللي فاتت. كان الواد الاقرع ده لعيب قوي، ديفندر جامد قوي. انا متخيل ان هو هياخد مينتس. ما انا عارف والله. فبس دي كانت الفيرست راوند. السكند راوند مش هنتكلم عليها قوي، فيهاش حاجه. مفيش غير بروني. والجميل هو كان 55th بيك صح؟ 55th. السلتكس عندهم ال 54th. انت قلت لي الحوار ده. ففي حد كان بيقول ان كان السلتكس كان ممكن يعملوا له درافت تبقى ميم العصر. هم اصلا على فكره الايجنت ريتش بول كان اتكلم ان هم مش هياخدوا حد، ان بروني مش هيروح فرقه غير الليكرز، واي فرقه هتاخده تانية هيروح يلعب في اي حته بره، او هيجو او يعني بريفير يجو اندرافت. فكان في اظن انا ليبرون جيمس مكالمه واحده قالوا خلصوها. طب ايه بقى نادي ابناء العملاء العملاء ايه؟ باص يا بابا. كان في حد على فليكس محمود نجار صاحبنا كان كاتب. لا ده حوار بجد والله. بص هي حاجه حلوه من ناحيه ان هو ايه، طبعا هي عامه ماركتنج للان بي اي بقى. ده بقول لك ايه، ده احنا ماركتنج للان بي. ده ماركتنج للان بي. قلبها اصفر عشان الان بي اي بس ماشي. ده ماركتنج للان بي ابن وسخ. يعني بجد والله العظيم التويت بتاعت بروني ان هو دخل الدرافت وبقى ليكر جايبه لايكس اكتر من ان السلتكس تشامبيونز. شايف دي بقى لها كام اسبوع ودي حرفيا امبارح. ايه ده ليه؟ ان شاء الله انت بقى كدوله
يعني سيبك مني انا عشان مش عايز اسب والعن الصراحه، يعني احنا داخلين على صلاه جمعه تمام. انت شايف ايه في الموف دي؟ هو بص يعني السكاوتس بيتكلموا عليه ان هو مش ان بي اي ريدي لسه، محتاج شغل. أيوة. السنه اللي فاتت كان بيافرج 5.5 بوينتس في الجامعه. ماشي انا هقول لك سيبك من ما خدش الأرقام مينتس، خالص دلوقتي. بس هو خلي بالك قبل ما يخش الجامعه هو مم. كان في الاول امريكان اللي هي ماكدونالدز دي، كان من احسن لعيبه في الجامعه. أوكي. هو جاله موضوع اللي جاله في قلبه ده، فما لحقش البري سيزون بتاع الجامعه. مم. فده برضه حاجه انا شايف ان ده اثر عليه قوي، اثر عليه، وما دخلش في الجامعه بدري ودخل متاخر وبقى بياخد دقائق قليله. انا شايف ان هو عنده بوتنشال ممكن يبقى لعيب ان بي اي كويس، بس هو مش هيكون ستار، هو هيكون هيكون روتيشن بلاير كويس. فلعيب في السكند راوند، يعني السكند راوند نادرا ما بقت بتطلع لعيبه جامده، يعني ممكن تكون زي الامثله اللي قلنا عليها. بس يعني برضو انت السكند راوند دي بتبقى انت زي قمار كده، انت جامبل، انت ما تعرفش ترمي وخلاص واللي يجي. فموف كويسه للاورجنايزيشن كماركتنج وللليج، ولبرون يلعب مع ابنه، هي دي حاجه حلوه. بس هي كماركتنج. بس انا بقول لك يعني انا وممكن انا شايف ان ممكن يجي منها، الله اعلم. انا يعني انا اللي من الحاجات اللي انا شفتها يعني دريمون جرين، وفي فاتس كتيره في الان بي بتقول ان هو ديفندر جامد فشخ. بيقول لك ان هو على اساس، بس هو خلي بالك اندر سايز، هو اندر سايز، هو 6'1 تقريبا، يا 6'1 يا 6'3 مش فاكر. لا ما كان بيقولوا 6'3 دي بالجزمه مش ما يلعب بالجزمه مش هيلعب حاجه. ايوه بس لا بس انا بكلمك هو ماشي، هو اندر سايز، انا معاك ان هو اندر سايز 100%. بس هما كانوا بيتكلموا ان هو يعني هيز منتلي توف وبيديفند من الوينج كويس قوي. ممكن تكون المشكله عنده في الريباوندز اكتر، في حته ان هو البوكس اوت وكده. هو هيبقى بوينت جارد خلي بالك. هو ده هو هيلعب بوينت جارد، هو ده اللي بقول لك عليه. وهو خلي بالك هو مش بلاي ميكر، هو عنده حته الفيجن بتاعت ليبرون، بس هو مش اللي هو لسه الاي كيو بتاعه مش اللي هو زي مثلا نقول مايك كونلي مثلا، هنقول ستيف مش ما عندوش الحته دي اللي هي. انا بتكلم على اللعيبه الموجوده دلوقتي، انا يعني مايك كونلي طبعا مش زي ستيف ناش اعلى بكتير، بس بتكلم على اللعيبه دلوقتي بس يعني اقرب مثال يعني. فهو ما عندوش حته البلاي ميكنج دي. بس يعني اعتقد ممكن يديفلوب، هو عنده حته الفيجن كويس. فاي ثينك ممكن يديفلوب. عنده شوتر، مش عنده، كان هو تقريبا في التوب 2 في الكومباين في ال3 بوينت شوتنج. اوكي الكومباين ده بيتعمل كده قبل الدرافت، بيشوفوا البروسبكتس بتوع زي تمرينه كده، تجميعه كده للشباب الحلوه الجميله، بيدولهم تيشيرتات يلا يا جماعه عندكم عن قياسات. بالظبط. فهو كان في التوب في معظم الحاجات يعني. فهو فيزيكلي قوي، وديفندر كويس وشوتر كويس. حته البلاي ميكنج للسايز بتاعه مش موجوده قوي. بس انا شايف ان في السكند راوند يعني مش يعني انا كنت اتضايق لو تاخد فيرست راوند يعني عشان في ناس كانت بيبروجكتوا 17 مثلا يعني لو كان اللي اتاخد 17 دي كانت مصيبه سوداء. لا دي مصيبه بالظبط، دي مصيبه سوداء. فانا شايف ان تمام يعني انا شايف ان هي قشطه، مش المصيبه يعني. بس بجد الموضوع بص يا بابا ده، لا بص يا بابا ده هبل، ده بجد، ده ضحك للركب بجد. وبعدين صحيح بقول لك ايه حوار جي ريديك، احنا برضه هنتكلم عليها الحلقه الجايه بقى كتير عشان بازي يكون معانا برضه. انا بحبه، انا جي ريديك ده اكتر حد بحبه في الميديا. بس انت مش كواليفايد خالص ان انت تبقى كوتش. طيب ما عادي يعني، ما زي هو ستيف ناش يعني اللي كان كواليفايد ان هو يمسك بروكلين. بس برضه في لعيبه، انت لعيب كنت جامد فشخ هول اوف فيمر، فان انت ممكن تاخد فرصه ان انت تبقى جي ريديك. ايوه انت بتتكلم انت جي ريديك كان لعيب بس هو مخه ابن لذيذ يعني. بس هو الفكره يعني الصراحه ليبرون يعني مدور الليج يعني، اللي هو انت جبت واحد صاحبك، جبت واحد لقيته جامد قوي في حته الميديا، عملت معاه بودكاست، وبعدين ظبطت معاه ان انت تجيبه كوتش. وقعدوا بقى عملوا رومرز ان الكوتش بتاع اليوكون ده ان هم هيجيبوه وبتاع مش عارف ايه، ورفض 50 مليون ولا 70 مليون. اصل هيجي ليبرون يمشي الدنيا يعني. هو كوتش بيفشخ العيال، انت هو طاف جدا وبتاع في الجامعه، ومن انجح الكوتشز، كسب باك تو باك تشامبيونشيبس في الجامعه. ودي مع عمرها ما حصلت. الجامعه صعبه جدا ان انت تكسب، فهو من احسن كوتشز الموجودين في الجامعه. فهو اخد عقد تقريبا شبه اللي هياخده في الام بي اي، ان هو يكمل في الجامعه، وهو برنس زمانه في الجامعه هيجهز نفسه في الليكرز بقى. ليبرون يقول له انت شفت دارفين هام كان بيتعمل فيه السنه اللي فاتت. انا بقول لك هي ان انت يعني تمانج بيرسونال. يقول لي لا بتكلم ان هو بجد قعدوا عملوا فيلم ان هم بيكلموا كوتش تاني عشان وهم هيجيبوا جي ريديك. اصل الحاجات دي مش مقفوشه غير من الناس اللي فاهمه اللي فيها، فاهم كده احنا عارفين اللي بيحصل. وحوار ان اسمه ايه ده
يعني موضوع ان جي ريديك جه اصلا ده يدل خلاص على قد ايه ان الليكر اورجانيزيشن دي في الطراب. انت حرفيا انت روب بلينكا ده يعني قاعد حرفيا راجوز هو لبرون اللي ماشي الدنيا. حضرتك عايز يا استاذ لبرون تحب تطلب ايه واحنا عيوننا ليك. خلاص هو عايز اللي عايزه وخلاص. وليبرون هو يعني ليبرون فضل قد ايه على الليج وعلى هو كان قال قبل كان قال السيزون اللي فات واللي قبله ان هو هيلعب مع بروني سنه. هو عايز يلعب مع بروني سنه بس هو انا ما اعتقدش ان هو هيبطل السنه دي. لا مش حاسس بعدها بسنه. هو قال هيلعب مع بروني سنه ما هي السنه دي. انا مش لا حاسس ان هو ليبرون عنده لسه ان هو يلعب ما اعرفش. لا ما فيزيكلي ماشي. فيزيكلي اقول لك هو فيزيكلي هو ما شاء الله جدا بنت لذينه. مخه خلاص بقى يا جدعان بالراحه يعني حرام قوي والله. بس بجد والله انت بتتكلم ان هو الفيوتشر بتاع الليكرز المفروض انثوني ديفيس. ما فيش احنا عارفين كل الميمز اللي بتطلع الفيوتشر بتاع الان بي از سو برايت. يجيب لك انثوني ادواردز ويجيب لك مش عارف مين وليبرون جيمس. ما ده ما مش هينفع كتير عليه قوي كتير 22 سنه وبالمستوى ده. ما انت ما عندكش حد. طب انت حتى ولا يعني لو انت عندك انثوني ديفيس والفرقه الجميله اللي عندكم دي انت حتى مش عارف تجيب فري ايجنت. ما هقول لك ايه انا مش هقدر اقول لك حاجه. ما عشان ده لو حد عايز يكمبيت يعني. ما عشان كده بقول لك ده كوربشن في الليكرز من زمان. احنا هنكسب ودلوقتي مفيش حاجه اسمها ان احنا نريبيلد في كام سنه ومش عارف ايه زي السلتكس. وخلي بالك الدنيا اتقفلت ان موضوع الكاب الجديد والتاكس الحاجات دي. انت دلوقتي ان انت تجيب 3 مثلا سوبر ستارز دي بقت هتبقى مستحيله في الان بي. غير ان هي مستحيله. الليكرز كانت دايما بتعتمد على الموضوع ده. هو عايز لعيب جاهز. واصلا يوم ما ليبرون جيمس راح الليكرز ما حدش صدق. يعني انا لما شفت الخبر ان ليبرون راح من كليفلاند لالي قلت ازاي ايه الهبل ده. بس فهي هي خلاص هي الكوربشن بتاع الليكرز هيبين قوي. وهم ما عندهمش استعداد ان هم يريبيلد ولا اي حاجه. لان احنا اكتر يعني من اكتر الفرق الفاشله في الموضوع ده هي الليكرز. هي الليكرز ولا بتريبيلد ولا اي حاجه. هي اخر حاجه عملنا درافت عدل كان مرحوم حرفيا. بس حاجه تانية مفيش اي حاجه تانية خالص. استودعكم الله والحمد لله. طيب يعني اعتقد احنا اتكلمنا كده في الحاجات المهمه في الدرافت اللي بيحصل اليومين دول يعني. فالاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون في حلقه هيكون معانا فيها باز هنتكلم فيها على الفري ايجنسي وعلى التريدز اللي حصلت. يعني احنا في تريد لميكال بريدجز في تريد لالكس كاروسو في موضوع جي ريديك فيلانوفا. فكل الكلام ده بقى هنتكلم فيه الحلقه الجايه في الحلقه الجايه. واحنا ما قلناش الحاجه ف بطيخ علشان اخواتنا في غزه. فبطيخ احنا جت في اخر الحلقه بقى ده يبقى قابلني. فاحنا هنعمل بقى سحب على الكومنتس اللي موجوده في الحلقه واللي هيكسب هياخد جايزه حلوه كده هنقابله. بس يا ريت يا جماعه تكونوا في مصر وتكونوا ما حدش بقى يقول لي انا في الجيش والحاجات دي عشان احنا عملنا كده جيف اواي على تيكتس قبل كده شفنا بلاوي. فهنعمل جيف اواي بقى على حاجه جامده جدا. ف يعني اي حد بيحب الباسكت هينبسط قوي من الهديه دي. فبس فكده وصلنا لاخر الحلقه. انا كان معاكم عادل ومعانا خالد. اهلا بيك واتمنى الاقي عليك الاخضر يليق بك. اقلع كفايه بس. فكده وصلنا لاخر الحلقه. لو عجبكم الكونتنت ده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للشانل عشان يجيلكم كل جديد. والاسبوع الفتره الجايه هيبقى بقى عندنا في البودكاست بتاعتنا الاسبوعيه اللي بتنزل وفي بودكاست بتاعت الام بي ان شاء الله باذن الله. فبس فاستنونا كل سبت وثلاث. خليها سبت وثلاث يا عم بقى انت كل شويه سبت وثلاث. السبت وثلاث ولا اربع؟ السبت حلو. ايوه ما هو الحلقه الاربع بقى ان شاء الله. ما هنا دي هتبقى بعيده قوي عن سبت وثلاث وبعد كده هتبقى 3 4 في حلقات الام بي اي. بس فنشوفكم الاسبوع الجاي. سلام. مفيش عايز حد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للشانل عشان يجيلكم كل جديد. مفيش حد عايز يتعلم اديتنج يا جماعه. لو حد عايز يتعلم اديتنج ابعتوا لنا. يلا سلام.